صباح الجمال. والنهارده بدايه الورك توب بتاعنا السنه. في الشهر ديسمبر كل سنه معظم الناس بتقعد تعمل اعاده حسابات لنفسها، عملت ايه السنه اللي فاتت، هتعمل ايه السنه الجايه، والكلام ده كله في كل نواحي الحياه بقى. فمن ضمن نواحي الحياه دي القراءات. انا بحب اشوف على اليوتيوب فيديوز بتاعه البوك ريفيو، فبلاقي الناس ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل واحد فيهم خلص له 15 كتب بالشهر. لما بنيجي نتكلم على المجمل يعني على اخر السنه بالراحه من 50 ل 100 كتاب. بقول لنفسي يا بنت ده انت غبيه، ده انت 5 6 كتب دول ممكن تكوني تخلصيهم في سنه. طب ايه؟ فانا قعدت مع نفسي، هل انا فعلا غبيه ولا ممكن يكون مش كل الناس عندها ذاكره بصريه قويه او قدره استيعاب علم من العلوم او اي نص مكتوب بالسرعه دي؟ فقلت اشارك معاكم، لو حد زيي يقول لي يا جماعه خلينا ندعم بعض. واحد، انا ما عنديش ذاكره بصريه قويه وما بستوعبش بسرعه العلوم اللي ماليش علاقه بيها، لان انا خريجه هندسه، فهندسه ممكن يكون اقرب لي مثلا الحاجات اللي ليها علاقه بالفنون، لكن لو هقرا حاجه في تاريخ ممله فبضغط على نفسي، بحاول اطلع الزبده من الموضوع. عقلي متبرمج 1 زائد 1 بيساوي 2. بناء عليه لو ما عندكش ذاكره بصريه قويه وتقرا ببطء زيي فالفيديو ده ليك. نقطه القوه اللي عندي ان انا بقرا تركيز. بقرا تركيز يعني ايه؟ يعني ساعات لما بقعد عشان اقرا، حتى لو كنت هقرا صفحتين، مش لازم اقرا 50 صفحه في اليوم. ايام ممكن ما اقراش فيها، في ايام ببقى مجهده جدا ما مش بقرا. واحد، قررت ان انا اتخلص من جلد الذات، اللي هو اليوم اللي انا ما اقراش فيه انت خلاص بقيتي غبيه، انت الذكاء الصناعي هيفترسك. بيحصل ان احنا نجهد مفيش اي مشكله، ومعظم الايام على الاقل زي ما بقول اقرا صفحه او 2. بس هي الفكره كلها ان انا بقرا صفحه او 2 وبعدين حرفيا بتنح في الحيطه وافكر في اللي قريته. بعد كده باخد نوت بشوف انا استوعبت ايه. بعد كده لو انا مع اصحابي، وده بتبقى حاجه ساعات بتشجع على القرايه على فكره، في الحاله بتاعت انتوا واصحابكم بتقروا نفس الكتاب، ده بيشجعك انك تخلصي الكتاب لان انتوا بتتناقشوا في بارت فتفهموه. ساعات لما بلاقي حته كده انا مش فاهماها دلوقتي بفضل الذكاء الصناعي بدخل اناقش مع الذكاء الصناعي. برضه باخد في اعتباري ان في كتب بالنسبه لي انا سهله وصعبه، ناخد في بالنا حاجه زي كده. طبيعه القرايه بتاعتك وصعوبتها او سهولتها بتعتمد عليك انت. طبعا لو في روايه ممكن تكون قرايه الروايات اسهل لو احنا بنبدا قرايه لاول مره، بس قرايه الروايات بس مش ثقافه. الثقافه في التنوع، ان احنا نبقى عارفين عن حاجات كتير، لان في النهايه احنا مش بنقرا حاجه ليها علاقه لا بشغلنا ولا بعلمنا، احنا بنقرا حاجه عشان نفتح مخنا، والمخ لو كان هيفتح بحاجه واحده كان كفايه ان احنا نقرا في تخصصاتنا، مش كده؟ حاجه الثالثه، ما تبقاش قاسي على نفسك. في ناس بتقرا ربنا يبارك لهم عندهم ذاكره بصريه قويه جدا، عندهم قدره استيعاب اكتر، بس لو جيت اخر السنه ولقيت نفسك قريت مجموعه كتب بتتعدى على الايد الواحده او على ايديك الاثنين، انت تمام. برضه اهم نقطه انا بالنسبه لي في موضوع القرايه ان لازم يكون اللي بتقرا ان دماغي وهي بتفكر في ايه، بتفكر انا هستفيد من ده في حياتي ازاي، هطبقه في حياتي ازاي، هطور بيه شخصيتي ازاي. فده كانت اول حاجه في دفتر حساب ديسمبر 2025 قبل ما ندخل على يناير 2026. سلام.